أكدت الفنانة وفاء مكي في تصريحات لها السبت براءتها من التهمة التي تسببت في زجها بالسجن لسنوات. اتهمت فنانة شهيرة بإخفائها دليل براءتها رغم علمها بالموضوع. وصرحت هي الفنانة المقصودة وهي ممثلة ومقدمة برامج ميار الببلاوي في تصريحات لإحدى القنوات المصرية. أكدت مزاعم الفنانة وفاء مكي مبررة ذلك بتلقيها تهديدات بقتل نجلها حال وقوفها مع المتهمة آنذاك. وأضافت ميار الببلاوي أن حارسة العقار التي تقيم فيه هي من رشحت لها فتاتين لمساعدتها في الأعمال المنزلية، ليتبين فيما بعد أنهما تعانيان من مرض جلدي وشعرهما يتساقط، فيما ميار الببلاوي كانت قد رفضت عملهما معها في وقت سابق. ميار الببلاوي ذكرت أنها تفاجأت حينها بالأخبار التي تتهم وفاء مكي بتعذيب الفتاتين عبر حلق شعرهما وحرق جسدهما، وحاولت حينها التحدث مع أحد الصحفيين المقربين من وفاء مكي فأخبرته الحقيقة، لكنه أكد لها أن هناك شخصية تريد إيذاء وفاء مكي وأن شهادتها لن تفيدها. يذكر أن أطوار القضية تعود إلى سنة 2001، حيث اتهمت وفاء مكي بتعذيب الخادمتين وتم الحكم عليها ب10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتم تخفيف الحكم بعدها إلى 3 سنوات ليطلق سراحها عام 2004، ولا زالت تعاني من تداعيات القضية.